اقسم بالله اعصاب. واكتر حاجه تضايقك واحد زي حسين الشحات في اخر كوره زي دي. لعيبه ما عندهاش دم. لعيبه يا جماعه، انت بتتفرج على مباراه في التايم الاولاني تخلص 4-5. هو احنا ليه يا جماعه مسلسل اهدار الفرص ده احنا مش قادرين نعديه؟ الحمد لله على التعادل، والحمد لله على النقطه ما خسرناش. طبعا يا جماعه يعني حاجه صعبه جدا ان انت قاعد في اخر الدقايق التايم التاني بالاخص. انت قاعد اقسم بالله حاطط ايدك على قلبك. التايم الثاني بدأ يكشر فريق انتر ميامي على انيابه، بدأ النادي الاهلي المجهود البدني او المعدل البدني بيقل، وده اكتر حاجه كانت مقلقاني ومخوفاني. لكن انت بتتكلم على المباراه كلها، انا حرام اطلع متعادل كمان. الحمد لله على التعادل ما خسرتش، لكن كان الحق ان انا اكسب. ليه يا جماعه احنا بنلعب مباراه لما يجي لك تلعب مباراه كاس عالم انتر ميامي ميسي قدام ارضه قدام جمهوره على ارضه، العالم كله بيتفرج عليك، ليه تضيع في التايم الاولاني 4 5 تجوان بمفهوم ضربه الجزاء؟ ليه انا مش قادر استغل الفرص اللي بتجيلي؟ ليه مش قادر استغل المساحات دي؟ لعيبه دي مش قادره تصدق نفسها. تايم اولاني عملت كل حاجه صح، يعني ده اول حاجه، بس يعني سلامات لامام عاشور اللي مش عارف الاصابه عباره عن ايه. تاني حاجه يعني تحيه كبيره للجمهور اللي كده، جمهور النادي الاهلي ملى الاستاد وكانك بتلعب في استاد القاهره. مستحيل يكون العدد ده يا جماعه، حاجه مش بسهوله. كل جمهور النادي الاهلي جاي من اماكن شكل. فطبعا تحيه للجمهور ده. اكتر حاجه النهارده الواحد كان فرحان بها هو الجمهور ده، وكنت محتاج المكسب عشان خاطر الجمهور اللي رايح ده. فطبعا انت عندك لعيبه اقسم بالله عندها كميه حرقان دم. حسين الشحات، واحد زي قفشه، اللعيبه اللي نزلت في التايم التاني ما عملتش اي اضافه للفريق. ما عملتش اي اضافه. لا طاهر ولا قفشه ولا جردشار ولا حتى حسين الشحات. حسين الشحات في الكره الاخيره انا بيجري لوحده من قبل نص الملعب. بيجري لوحده. لا فنش ولا باص ولا شاط ولا عمل اي حاجه. لاعب مش مدرك انت فين. لاعب بدنيا ضايع. لاعب مش موجود خالص يا جماعه. باص اعمل اي حاجه. قفشه يمسك الكوره مقطوره نقل بتلف، انا مش عارف ده ايه. في مباراه اقسم بالله اكسبها. انا بلاعب خصم يا جماعه هو ما هواش سهل، وفي نفس الوقت هو ما هواش صعب. عنده مساحات وعنده دفاع كارثه، ده الدفاع بتاعهم اسوأ من الدفاع بتاعنا اللي النهارده. انا بقول لك تحيه وشابوه لخوسيه ريفيرو اللي النهارده قدر يظبط الدفاع. ما كانش ينفع يبقى عندي فرقه او عندي واحد زي مروان حمدي ديانج والاقي النهارده الدفاع بتاعي امام ميسي كوارث. فالنهارده الراجل عمل الاربعه الدفاع قدامهم، واحد زي حمدي وواحد زي مروان اللي النهارده عملوا مباراه عالميه على ميسي. ميسي طول التايم الاولاني مش موجود على الاطلاق، مروان وحمدي اقسم بالله عاملين مباراه عظمه. كانت محتاجه اللي هي تترجم باهداف. كانت محتاجه اللي هي تترجم اطلع كسبان 3 نقط. انا ضيعت مباراه في المتناول. لما تلاقي النادي الاهلي هو اللي عامل جيم، انت لو تيجي تتكلم على او تبص على الصحف الاجنبيه وتبص عليها بعد التايم الاولاني والناس ازاي مستغربه ان النادي الاهلي ما سجلش ولا هدف في التايم الاولاني، يبقى انت عندك حاجه غلط. لعيبه عندها فقدان عدم تركيز في اللمسه الاخيره. ليه؟ ليه اللاعب بيجي قدام الجون مش مصدق نفسه؟ سواء كرة تريزيجيه، كرة إمام عاشور، قبلهم برضو كرة لوسام، ضربة الجزاء، كرة حمدي، 4 تجوان على الأقل. أطلع التايم الأولاني ده غالب 2-3. نفسي أبطل أو إن أنا أخلص من مسلسل إهدار الفرص. النهارده أنا عملت جيم تايم أولاني على فريق إنتر ميامي مش موجود. العالم كله النهارده عرف اسكواد وعرف قيمه النادي الاهلي والعظمه اللي الجمهور بيعملها والعظمه اللي اللعيبه كانت بتعملها في التايم الاولاني. ليه انا ما ترجمش ده باهداف؟ ليه افضل قاعد طول الشوط الثاني قاعد حاطط ايدي على قلبه وقاعد حرق الدم؟ انت متخيل ان انت في التايم الاولاني اول كره لوسام ابو علي، الكره اللي جت اوفسايد، ضغط عالي، ليك شكل،
تطلع بالكرة بطريقة كويسة. مروان وحمدي الاثنين عاملين عظمة في نص الملعب، معاهم إمام يعني في الربع ساعة اللي لعبها. حتى زيزو لما نزل عمل شوية حلوين من بعد أول ربع ساعة لحد ما طلع، عمل مجهود جبار زيزو وتريزيجيه. ليه يا جماعة أنا ما ترجمش الحاجات ديت؟ مش عارف. ويجي بعد كده في الدقيقة 7 كورة لإمام عاشور. النادي الأهلي هو الأخطر. النادي الأهلي في التايم الأولاني أخطر. اول كره الانتر ميامي في التايم الاولاني هي ممكن تكون في الدقيقه 45 بلس 1، يعني ممكن الدقيقه الاولى من الوقت الضايع، هي اخطر كره اللي شالها وسام ابو علي. الكره الوحيده اللي ظهر فيها انتر ميامي فقط لا غير، بعد كده ما جاش في التايم الاولاني، مش موجود. عندك استغلال مساحات لازم اترجمها باهداف. انتر ميامي التايم الاولاني هو بيلعب حاجه واحده، الكور الطوليه اللي في العمق بتاع المدافعين. ولكن كان في اداء كويس من كوكا على الجانب الدفاعي، اشرف داري وياسر ابراهيم، حمدي قدام منهم واحد زي مروان. قدرنا نقفل الجيم عليهم. قدرت اللي انت تحرم ميسي من الظهور في التايم الاولاني، مانع الكوره خالص عن ميسي اللي هي تجيله. سواريز مش موجود، بيسكتس مش موجود، الفرقه كلها مش موجوده. انا افضل التايم الاولاني انا اللي اترجم الكور باهداف. صعب، صعب ان انا اجيب اجوان، مش صعب. في سكواد في المتناول. حاجه بتزعل والله العظيم. التعادل الى حد ما كويس، اللي انت ما خسرتش، نقطه مقبوله في اول مباراه، ولكن حصر على اللي انت ما بتكسبش. لو جيت تبص على التايم الاولاني، ليه اطلع تعادل؟ ليه؟ تيجي تبص على اللعيبه اللي هي نزلت التايم الثاني مستني اللي هي تعمل لك اضافه، ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه خالص. ممكن يكون باستثناء واحد زي طاهر في كرة او كرتين قدر يشد الفرقة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية فقط لا غير. شكل النادي الاهلي كويس، بتلعب فرقة امام ميسي، شكلك كويس، عايز ايه اكتر من كده؟ بتلعب فرقة خصمك ميسي هددت مرماهم باكتر من 3-4 اهداف، ليه ما سجلش؟ عايز ايه حافز وتحدي وشغف اكتر من كده؟ هتجيب اجوان امتى؟ في مباراة النادي الاهلي يطلع التايم الاولاني 3 يا عم على الاقل. حاجة والله العظيم يا جماعة صعبة، حاجة تحرق الدم. 3 نقط النهارده اخدهم في المرتاح، ابص على المباراة اللي جاية هي ايه. لكن انت النهارده التايم الاولاني او النهارده انت طلعت من المباراة نقطة. ممكن المباراة اللي جاية برضو فريق بالميراس لو فضلت على نفس النمط وعمال تضيع أهداف، وطبعا شفنا بالميراس في كأس العالم قبل كده وحظها معانا، بنضيع أهداف، ممكن تستقبل أهداف، حاجة هتوديك في سكة مش كويسة. الماتشين اللي جايين بالميراس بورتو الاتنين أخطر من إنتر ميامي. الاتنين أصعب من إنتر ميامي يا جماعة. ليه أنا لما يجيلي فرص استغلال بضيعها؟ ليه؟ النادي الاهلي عمل مباراه كويسه على المستوى الفني التايم الاولاني. بعد كده طبعا التايم الثاني بدانا نشوف يعني اول كره في الدقيقه 50 فرصه لانتر ميامي، غفله دفاعيه، كركبه كده في ارتباك للدفاع النادي الاهلي. ما كناش قادرين ان احنا نطلع بالكره، ودي مشكله احنا بنعانيها. عدم القدره على الخروج بالكره من تحت وتعمل البيلد اب، انت بتعانيه دلوقتي. محمد هاني كوكا ما عندهمش المقدره على الخروج بالكره. حتى برضه النص الملعب اللي عندك مش هعطيك المساحه، او مش هعطيك اللي انت تقدر تقول اقدر اطلع بالكره. الحاجات دي احنا مفتقدينها تماما. حتى برضه النهارده نص الملعب او بعض اللاعيبه بدات ترتكب اخطاء امام ميسي. انت بتديله هدايا. يعني الكره بتاعت ميسي في الدقيقه 63 التسديده اللي حطها اخطر كره للانتر ميامي في الدقيقه كام؟ 63، اخطر كره. فطبعا فريق انتر ميامي في التايم الثاني بدا اللي هو يكشر عن انيابه في يعني انكماش للاعيبه النادي الاهلي، بدا يبقى فيه ارتباك. رتم المباراه كان هادي في التايم الثاني اول ربع ساعه، لكن كانت الخطوره لفريق انتر ميامي. ده 56 تسديده لميسي، ده 57 هي ممكن تكون بس تسديده لمحمد علي بن رمضان، شبه تسديده.
بعد كده عدى اول ربع ساعه، اسلوب النادي الاهلي تغير تماما، اسلوب انتر ميامي ايضا هو كمان تغير بل تطور. بدا بيلعب يخش في الجيم، بدا يلعب الضغط العالي، بدانا نشوفه اللي هو بيلعب بيضغط بسبع لعيبه من قدام. انتر ميامي كان هو الاخطر في الدقيقه 84، عندك رأسيه لفاف ده ولا فافا ده، تصدي الشناوي في اخر 5 دقايق او اخر 7 دقايق شايل بالظبط ممكن جونين او ثلاثه. فالنهارده هو يعتبر من افضل اللعيبه للنادي الاهلي في التايم الثاني هو محمد الشناوي. الحمد لله على التعادل. مباراه والله العظيم انت وانت بتتفرج عليها اطلع تعادل حرام، حرام اطلع تعادل. اتمنى يا جماعه مسلسل اهدار الفرص نخلصه النهارده. خوسيري بيرو عمل مباراه كويسه، حتى كمان التشكيله الى حد ما كانت الناس مقلقه نظرا ان كوكا يعني ما عملش او ما كانش الاداء بتاعه في مباراه باتشوكا قد كده، لكن النهارده عمل اداء دفاعي، كوكا ما كانش موجود. ايضا مروان عطيه حمدي فتحي النهارده من اكتر الاثنين اللي داخلين دماغي، اللي انت قدرت توقف ميسي وقدرت تبعد الكرة عن ميسي. فالنهارده لاعيبه الاهلي بشكل عام كلها ما عدا الناس اللي نزلت في التايم الثاني. النادي الاهلي عمل شوط اولاني عظمه على عظمه، 10 على 10. والله العظيم لحد الان انا مش مدرك، يعني انا مش قادر اتخيل حسين الشحات انت كنت بتفكر في ايه الكرة في الاخير دي، اخر كرة انت بتفكر فيها ايه انا مش عارف. صعب والله العظيم اللي احنا بنعاني منه. يعني الجمهور ده كان المفروض يروح فرحان. يعني انت متخيل انت بتلعب كاس عالم مباراة افتتاح بتلاعب ميسي، انت زعلان اللي انت طلعت تعادل، زعلان اللي انت ما كسبتش لان كنت الاحق بالمكسب. تتفرج على المباراة ليه اضيع كم الفرص دي؟ الحمد لله على التعادل، نقطة مهمة في بداية المشوار. رجالة الأهلي عملت مباراة كويسة، مش عايزين نقسى على حد. مدرب الأهلي مباراة تانية على التوالي، بتبدأ اللي أنت مثلا كل مباراة بتشوف يعني في تطور شوية أو في بصمات مختلفة. النهارده في التشكيله بدا اللي هو في بعض الحاجات او بعض اللعيبه من دماغ عماد النحاس، لكن اتمنى ان احنا خلاص نقفل صفحه انتر ميامي، تبص على النقط السلبيه اللي عندك وتبص على النقط الايجابيه. اتمنى اهم حاجه او اهم نقطه تبص عليها هي نقطه اهدار الفرص، تبدا تعالجها. مباراه بالميراس ان شاء الله تبقى يوم الخميس، آه، يوم الخميس الساعة 7 بتوقيت القاهرة. نتمنى أداء ومردود، وإن شاء الله تكون أول 3 نقط لنادي الأهلي. السلام عليكم.